المره الاولى اللي تلاحت فيها هاد الصوره هذه في السوشيال ميديا انتشرت بواحد الطريقه مهوله وكبيره بزاف، وتسمات هاد السيده هذه باقبح زوجه في التاريخ من طرف بزاف ديال الناس اللي تنمروا عليها بواحد الطريقه رهيبه جدا، وكل واحد باش كيسميها لدرجه انهم لقبوها باقبح زوجه في التاريخ. واليوم جيت نوريكم القصه المأساويه من وراء كل هاد التهجم على هاد السيده هذه، وكيفاش غتولي حياتها وفين غادي تمشي، وراجلها اللي غيبدلها بمرأة. قصة نهاية حياة إلينا وبوريس. كسائر الناس وكسائر الأزواج كلشي كيبدا بالحب في الأول. قرروا هاد الزوج أنهم يتزوجوا في 2011، داروا واحد الحفل بسيط وزوين اللي كان مفعم بالحب من طرف الناس اللي كيبغيوهم، من طرف العائلات ديالهم والصحاب ديالهم اللي دعموهم بزاف. وكسائر الازواج إلينا وبوريس كانوا متحمسين بزاف باش انهم يبارطاجيو الصور ديال العرس ديالهم مع الناس والحياه الجديده اللي غادي تجمع بيناتهم. وهنا غتبدا المأساة ما بين هاد الزوج ديال الازواج إلينا وبوريس من بعد ما لاحوا اول صوره ديالهم في السوشيال ميديا اللي انتشرت بواحد الشكل كبير بزاف، والناس بدات كتعاير وكتهجم على إلينا بسبب الشكل ديالها. كل واحد باش كان كيوصفها، شي يوصفها بالوحش، وكاين اللي تنمر على الشكل ديال الشعر ديالها، وكاين اللي تنمر على وجهها، وكل واحد وشنو كان كيقول عليها، لدرجه انهم لقبوها باقبح زوجه في التاريخ. الناس بدات كتشك اصلا واش بصح بين هاد الزوج هادو شي علاقه ولا غير كيكذبوا، وما قدروش يتيقوا ان بوريس قدر يحب واحد الانسانه بحال هادي وبهذا الشكل هذا. تخيل معايا انت في شهر العسل ديالك اللي المفروض انك تكون تحتفل بالزواج ديالك الجديد مع شريك حياتك، وكيدخلوا الناس كيقولوا لك هذيك راه ما تصلحش لك، هذيك ماشي مرأة عاديه. وهذا الشيء اثر بزاف على إلينا اللي ولات كتقول لبوريس راه انا ما نصلحش لك، راه خصك تفرق معايا، انت ما تستاهلنيش. ولكن بوريس ما سمعش ليهم وقال لها باللي راه غيبقى معاها حتى النهايه وكيبغيها ديال بصح، وهي المرأة الوحيدة اللي تغرم بها، وما كيهموش كيفاش الناس كيشوفوها، لحقاش الناس ما كيعرفوش الشخص اللي كاين لداخل ديال إلينا، وان بوريس هو اللي عارف شكون هي إلينا، وانه راه كيبغيها ديال بصح. داك شهر العسل اللي قرروا انهم يصلحوا العلاقة بيناتهم، بداو كيحاولوا يلقاو شي طريقة اللي تخلي علاقتهم مزيانة. ولكن واش يقدروا يخليوا العلاقة ديالهم مزيانة ويقدروا انهم يسكتوا الناس ولا ما يقدروش؟ من بعد 6 ديال السنوات صحفي مشى كيقلب على إلينا وبوريس باش يكتب قصه على الحاله اللي وصلوا ليها من بعد هذا التهجم اللي تهجموا الناس على إلينا. تعقب بوريس مشى عنده للدار وتفاجأ ان المراه اللي كاينه معاه ماشي هي إلينا. سول بوريس وقال ليه إلينا فين نقدر نلقاها باش ندير معها استجواب ونشوف الحاله اللي وصلت ليها من بعد المعاناه اللي عاشتها بسبب التهجم ديال الناس عليها. جاوبو بوريس وقال ليه تقدر تسول مراتي، هي تقدر تقول لك فين مشات إلينا. وجاوباتو ديك المراه قالت ليه هي اقبح امراه في تاريخ ثلاث. جاوبها باستغراب وقال لها واش كتقصدي بانها توفات؟ جاوباتو ديك المراه قالت ليه بالعكس، هي دابا هي اكثر من اي وقت فيه. والصحفي استغرب وما فهم والو. المراه اللي كاينه مع بوريس ماشي هي نفس المراه اللي كانت معاه شحال هذه، ولكن هي نفس الشخص اللي كانت معاه شحال هذه اللي هي إلينا. كانت هذيك هي اقبح زوجه في التاريخ واللي تبدلات، وكان السبب ديالها هو تهجم ديال الناس عليها. يعني نفس الشيء اللي كان سبب المعاناه ديالها هو نفس الشيء اللي كان سبب التحول ديالها من اقبح زوجه في التاريخ لاجمل زوجه في التاريخ. الاول قلت لكم باللي هذه نهايه قصه ديال الحياه ما بين هاد الزوج إلينا وبوريس، وبصح لحقاش كانت نهايه حياه مأساويه، ودابا بدات حياه جديده بالنسبه لهم، الحياه اللي كانوا هما كيتمناوها وهما باغيينها. بعض المرات كتجي ناس بهدف انها تحطيم وتقدر انها تحطم لك حياه كامله لدرجه انها تقدر تحطم لك احلامك، ولكن هذا الشيء كامل ما كيعنيش انه خصك تنسي الناس، خصك دير داكشي اللي كيقولوا لك، بل بالعكس نقطه القوه كتجي من نقطه الضعف اللي باغيينها الناس ليك. كاينه قصه قديمه كتقول باللي مجموعه من الفراخ مربياهم دجاجه وكان بيناتهم واحد نسر. منين كبروا كاملين داك النسر كان ديما كيشوف النسور غاديين في السما وكيقول واش يقدر حتى هو شي نهار يطير معاهم ويولي بحالهم. كانوا كيقولوا ليه خوتو اللي ترباو معاه انت راك كبير دجاجه وهادوك راه نسوره، وحنايا راه ما نقدروش نطيروا، وانت راه ما عمرك تقدر توصل لهدف المستوى.
لقاه عايش حياته كاملة كأنه دجاجة مع أنه نسر. يعني لو كان واحد المرة حاول أنه يطير وريسكا وخدا ديك الخطوة، لو كان عرف باللي راه هو ماشي دجاجة، بالعكس راه هو نسر، ويقدر أنه يحقق داكشي اللي كان باغي. هادشي اللي علمته لينا إلينا، أنه بعد خطرات أن الهضرة ديال الناس ما عمرها كانت معيار وما عمرها كانت سبب أننا ديما نخوض الخطوات اللي نتايا باغيهم وديما عيش الحياة اللي نتايا كنتي كتمناها. إلينا بدات ممارسة الرياضة وبدات كتكاد النظام الغذائي ديالها وبدات حياتها كتقاد شوية بشوية. دارت عمليات جراحية لوجهها وتبدلات من هاد الشكل لهاد الشكل. دابا إلينا تقدر تهز راسها للفوق وتجاوب كاع الناس اللي كانوا كيسبوها وكيعايروها في الاول ووصفوها باقبح زوجه في التاريخ، وتقدر تقول لهم باللي راه تبدلات بشكل كلي ودابا راه عايشه حياتها اللي كانت باغاها، مع انهم في الاول كانوا باغيين انهم يحكموها. إلينا نقدروا نستافدوا منها بزاف ديال الحوايج، وهي مثال ديال بزاف ديال الناس اللي عايشين معنا اللي قدروا انهم يغيروا حياتهم من نفس نقطه الضعف اللي كانت عندهم، ردوها نقطه قوه بالنسبه لهم. كان معكم اسامه علاوي. كنتم سليم.